طيب خلينا نرجع للكوره، نرجع تاني لمنتخبنا الوطني ومن بعد مباراه امبارح. اديني قرايتك كده للي حصل من امبارح للنهارده، فوزك على جنوب افريقيا. هو طبعا مكسب مهم جدا على المستوى المعنوي كمان بشكل كبير. كان في تخوف من الجماهير المصريه كلها من قبل الماتش، بعد يعني مش هقول الاداء الوحش، بعد التخوف اللي كان موجود من النتيجه اللي انت كسبت في اخر الماتش اللي فات. لكن شفت ان المنتخب لعب بالتوازن كبير قوي امبارح في الماتش. قدرت الشوط الاولاني تبقى يعني مش هقول ند انت، يعني هو منتخب جنوب افريقيا من المنتخبات القويه طبعا بالنسبه لي، او من الفرق اللي بيلعبوا كره حلوه، فانت قدرت تتحكم في رتم المباراه الشوط الاولاني خصوصا لحد طبعا موضوع الطرد والدنيا ممكن تكون اتشقلبت. لكن زي ما قلت لك المره اللي فاتت لما كنت معاك، الحاله اللي موجود عليها اللعيبه معنويا او حاله الود اللي موجوده في المعسكر بتعوض حاجات كتير جدا في الملعب فنيا، وده يمكن اللي شفناه. وعددنا المواقف سواء من الحاله مع اللعيبه المحترفين الكبار ما بينهم وبين كابتن حسام، او الحاله اللي حصلت ما بين كابتن حسام وامام الماتش الاولاني. في الاخر انت شايف الادوار التمهيديه ديت لازم تجمع عدد نقط وتستريح، بيديك افضليه كبيره ان انت الماتش الجاي ممكن ما تلعبش وتستخدم النجوم بتوعك او اللعيبه بتاعتك عشان ماتش دور ال 16 تقدر تشتغل بشكل كبير عليه، وتقدر تبقى زي ما قلت تحدد اتجاهك انت عايز تلاعب مين الماتشات الجايه. سواء كسبت بقت 9 بونت ممكن تروح اللي انت تلعب توالي. بس كده اول ما كده اول مجموعه يا باشا. ايوه اول مجموعه، انا قصدي ثالث مجموعه من المجموعات اللي ما هو احنا دلوقتي اول مجموعه في اربع مجموعات. في اوائل هتلعب تواني وفي اوائل هتلعب توالت. احنا هنلعب توالي، هنلعب ثالث. هنلعب ثالث. طب خلاص يبقى القصه لا هي الدنيا حلوه. يعني ربنا صارف ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الله باذن الله. عايز تقول حاجه يا استاذ ابراهيم؟ فكره انا اشوف ان الماتش بتاع امبارح بدايه انطلاقه كبيره للمنتخب. بس انا نفسي نقف عند كده. احنا عملنا ماتش كبير قوي، ماشي، برهنا بيه على فكره الروح والحاله الذهنيه بتاعت الفرقه في السماء، رجاله الى اعلى حد. ماشي، لكن دي مباراه وانتهت. احنا صعدنا واول المجموعه. كابتن حسام عليه ان هو يحسم امره في ماتش انجولا. احترافيا انت المفترض دور 16 هيبدا يوم 3. فعندك بين بكره وثلاثه، لو كنا هنلعب 3 هنلعب 5 ان شاء الله، هيبقى 4 ايام او 5 ايام. هل دول كافيين عشان تريح 3 4 لعيبه تقال عندك؟ هل انت باصص لماتش انجولا ما بين ان انت عايز تحافظ على الصوره الكويسه قوي والجمهور اللي سعيد بيك ده لازم تحافظ على الفرحه بتاعته والقيمه بتاعت منتخب مصر، لكن في نفس الوقت حاله اللعيبه بدنيا نيل 4 5 لانهم لعبوا 3 ماتشات في اسبوع واحد. عشان كده اتمنى انه فكره انه يبدا يريح بعض العناصر مطلوبه، بس مطلوبه من الناس تفكر معاه باحترافيه شويه. طيب هاخد من كلام استاذ ابراهيم. انت الماتش اللي جاي ده ماتش يوم الاثنين. لو انا ذاكرتي وشباب في الاعدادي يفكروني، انت لو ما لعبتش ماتش، يعني في لعيبه لو ما لعبتش ماتش يوم الاثنين هي هتقعد مريحه من الاثنين للاثنين. فانت بتتكلم في اسبوع وقبليهم يومين، ادي انت بتتكلم لك في 9 ايام لعيبه هتريح. انا ما اعرفش، انتوا نجوم كوره ومدربين وفاهمين اكتر في القصه. هل ده وقت يبقى كويس يبقى انا بعمل فيه ريكفري، ولا ده يضر اللعيب انه يقعد 9 10 ايام ما بيلعبش؟ لا، هي حاله اللعيب هي اللي هتحدد. اولا المباراه الاخيره انت لعبت 10 لعيبه 60 دقيقه، ماشي. فده اجهاد كبير جدا لعدد كبير من اللعيبه. في لعيبه لازم ما تلعبش الماتش الجاي، ده مش اوبشن بالنسبه لك. يعني تريزيجيه، مروان عطيه، الناس اللي عندها انذارات لا يمكن تفكر فيهم، ما تديهمش. انت مش في احتياج ليهم. ماتش كده انت اول مجموعه، ما تغامرش باي واحد ياخد انذار تاني ما يلعبش المباراه اللي بعدها، فده هيبقى شيء صعب. النقطه الثانيه، اللعيبه القريبه من الفرقه اللي انت عايز تجهزها لازم تدخلها على الفرقه، لازم تديها وقت عشان لما تحتاج اي حد فيهم. ان شاء الله احنا مكملين للنهايه ان شاء الله للنهائي، فلما تحتاج اي لعيب وتقدر تديله
هيبقى كويس، قول لي فلازم رايح مين؟ تدخل. يعني انا قول لي المراكز اللي تتغير فيها. لا يعني مفيش أسماء، قول لي يعني مراكز. مثلا المراكز نتكلم في نص الملعب وبالاسماء: نعم. مروان، تريزيجيه لازم، ياسر ابراهيم لان هو في الماتشين لعب ماتشين بشكل كبير جدا، وهو اجهد كتير جدا خلال الماتشين، فممكن يلعب. رامي لعب مباراه واحده فممكن يلعب الثانيه. حسام عبد المجيد لعب مباراه فممكن يلعب الثانيه. هاني كده كده هيغيب. اختيارك انت عايز تجهز امام تلعبه في الحته دي إمام ولا تلعبه في عيد نص ولا شحاتة؟ ولا في نص الملعب؟ انا وجهه نظري لاعب عيد. لاعب عيد ده خليك في الطبيعي. يعني امام خش معانا يا كابتن وائل عشان يبقى الحوار ما بيننا وبين بعض. يعني اما تتزنق خش معانا يا كابتن شريف. اما تتزنق ابقى لاعب امام، انما انت جهزه في نص الملعب. لاعب احمد عيد مكانه. فتوح لازم تجهزه لان هو لعيب مهم جدا بالنسبه لك خلال الادوار الجايه، فلازم تديله برضه. نتكلم قدام مرموش ممكن يلعب لان هو لعب الماتش الاول والماتش الثاني لعب شوط واحد فممكن يكمل. صلاح في نقطتين انا بشوف ان صلاح يعني ان شاء الله هيكون موجود في الملعب. صلاح عنده رقمين مهمين لازم هيتعملوا ان شاء الله. رقم الماتش الجاي حاجه سياد برضه لازم يحافظ عليه. طب هو ثانيه يعني واحده اسمع منك الرقمين واجي للكابتن وائل. ها ايه طبعا الرقمين؟ صلاح لعبوا المباراه دي هيبقى اكتر لعيب لعب ماتشات في كاس الامم، وممكن يبقى الهداف التاريخي. وطبعا وغير الهداف التاريخي هو بينافس دلوقتي على هداف البطوله. فمباراه زي دي ان هو يجيب جون كمان، وهي النقطه. بس هي المباراه مش سهله قوي للدرجه دي. لا احنا بالنسبه لنا سهله، انما يعني لا، بالنسبه لنا احنا مش عايزين مش نتيجتها. حكايه سهله. اسف، بالنسبه لنا احنا مش فارقه معانا. لا ما بتكلمش في سهولتها. بالنسبه لانجولا ده ماتش تقيل عليك. يعني يعني مش ماتش سهولتها. سهولتها هو انت اما بتجيب جوان مين اللي بيجيبها؟ مش شرط صلاح. لا بس هو ماتش من الماتشات المفتوحه. انجولا هتلعب لا ماتش صلاح مفتوح بنسبه 90%. انت لعبت ماتشين جبت 3 جوان. صلاح جاب ايه؟ صلاح جاب الجيم ده بالذات جاب جونين. جاب جونين من الثلاثه. فهو صلاح هو اهم لعيبه عندك على الجول، فهو اقرب لعيب ان هو ممكن يحقق الهدف ده. بس هي حسبه صعبه برضه. طيب انا اضيف بس كابتن وائل. بص يا ابراهيم انت برضه بتدور على اهدافك انت عايز ايه؟ ايه بقى؟ يعني انت النهارده زي ما قال سيد، لا انا متفق مع سيد ان هو لازم يريح لعيبه، ولاعيبه مهمه كمان هو يحتاجها، ويدخل اللعيبه اللي هي قريب في حساباته. صح. اللي هو ممكن في اي وقت يغيرها عشان يبقى فيه انسجام، ده لازم. يمكن حتى سيد ذكر كام اسم انا معاه، والشناوي كمان ماشي. ممكن برضه الشناوي يقعد ويحط جون تاني لان انت ممكن تحتاجه. الناس اللي عندها انذارات انا مع محمد صلاح انه يريح، لان برضه انا خايف عليه، لان ده ورقه مهمه جدا بعيد عن الحسابات الثانيه الفرديه، لكن انا بدور على حسابات جماعيه. تمام. فانا اهدافي عايزه ايه؟ فانا شايف ان لا، ان سيد بيتكلم بطريقه مظبوطه جدا، ان هو لازم يريح لعيبه مش اقل من 5 لعيبه على الاقل. مش هنقول اللي هو 7 و8 والكلام ده عشان يبقى فيه توازن شويه. وعايز اقول برضه ان اللعيبه اللي واخدها هو لازم يكون واثق فيها. فانت النهارده والراجل واثق بصراحه، عمل تصريح امبارح في ايوه ما انا 28 لعيبه. ما انا باكد على كلامه. فهو لازم يكون واثق فيها، عشان كده هو مش هيقلق ان هو يغير. وبعدين هو عنده الارتياحيه ان هو يغير، لان هو وصل كمان اول. خد بالك، مش ان هو وصل وخلاص ان هو ممكن يبقى ثاني اول، لا هو وصل اول. فدي هتدي له ارتياحيه بشكل كبير. بس انا عايز اسال سؤال، هو ليه احنا قلنا المباراه دي هي اللي هنبني عليها؟ انا شايف ان احنا ادينا مباراه زيمبابوي بشكل كويس جدا على فكره. لما نيجي نتكلم فنيا، لا انا شايف ان في ماتش زيمبابوي حتى مع اختلاف الخصم، تمام، انت بتتكلم في ماتش زيمبابوي انت رحت ب8 فرص محققه غير المحاولات، جبت هدفين. ممكن يكون المكسب اتاخر، لكن انا شايف من وجهه نظري ان انت فرضت شخصيتك كمنتخب مصر على زيمبابوي، وانت مسيطر على الجيم. انت مضيع 8 فرص محققه، انت جايب هدفين. تمام. الحاجه الثانيه، هو في بعض اخطاء اللي هي الحته الدفاعيه، واحنا هنتكلم في المرتدات والكلام ده. فهو يمكن الماتش اللي فات اللي هو بتاع، بس يمكن ربما جنوب افريقيا غير زيمبابوي. ما انا لسه هتكلم. ما هو لازم يعالج الحته دي ولازم يتعامل بالشكل ده. بس انا وهو يعني احنا لما نيجي نتكلم على الماتش الاولاني غير الماتش الثاني بفرق شاسع. ليه؟ هو اشتغل الماتش الثاني بالتزام تكتيكي معين. صحيح. واللعيبه كمان ساعدته ان هي طبقت الشكل مظبوط. صحيح. يعني احنا لما بنيجي بنتكلم على حاجه اسمها طريقه لعب. انا مش فارق معايا طريقه اللعب ايا كان، لان هي مسمى على الورق 3 5 2 4 3 2 1 4 3 3. لكن لما تيجي تبص على الطريقه، لا بص على الحركه داخل الملعب. انت النهارده لما كان جنوب افريقيا بيحضر، هو كان بيحط محمد صلاح مع مرموش على الاثنين مساكين. تمام. طب مين اللي كان بيقابل الباك ليفت لو ناحيه الباك ليفت؟ محمد هاني، بس كان بيستنى سنه لحد ما يوصل. وكان مين اللي بيرحل؟
رامي على الجناح، وكان حمدي فتحي واكتر واحد خطه- كان بيتكلم في اللعيبه رامي، انا كنت طبعاً، متابع قوي وكان- عيني على رامي، هو اللي بيطلع الخط ومركز حلو. معاه. وكان حمدي فتحي مع الراجل الثاني، وكان بيعمل ايه؟ كان بيضم محمد حمدي، فكانت بتبقى بتقلب لاربعه. الاربعه في الضغط. تمام. فانت في التحضير بتقلب باربعه، طب في النواحي الهجوميه لا بتقلب بثلاثه اربعه. الحاجه الثانيه لما يكون معاك انت الكوره كمان، انت بتعمل ايه؟ بتنزل زيزو عشان يستلم، وبعدين بتدخل محمد صلاح قريب من مرموش، وبعدين تطلع محمد أيوة. هاني. ما هو ده اللي مخلينا بقى يا كابتن وائل بنقول انه احنا مبسوطين ان احنا شايفين يعني في فكر طبعاً. في فكر في هويه. طبعاً. في هويه للمنتخب. طبعاً. ودي انت أهم لما حاجة. انت عينك شايفه كلاعب كوره وكمدرب، انت شايف فيه شغل. كواحد مشجع عادي جدا، انا شايف منتخب بيروح على المرمى بتاع الخصم ومتعود عليه. حتى لما انا كمان بيطرد مني واحد، انا شايف تعامل في الملعب سليم، سواء من المدرب او كمان من اللعيبه. فعشان كده الناس بتحس ان دي هي دي البدايه بتاعت المنتخب، مش بس مش عايز اقول ان هو يعني ماتش زيمبابوي مش ما عملوش بشكل كويس. هو ده بس اللي انا كنت عايز اقوله، مش قصدي يعني انا كان عندي بوادر لا ان المنتخب يعني شغال بشكل كويس في ماتش زيمبابوي، لان الناس قلقت قوي لما المكسب اتاخر. تمام. صحيح، فاحنا طبيعي. بنتكلم لان الالتزام التكتيكي ده مهم جدا. الشكل مهم جدا، ان احنا نعرف هو بيشتغل ازاي ده مهم جدا. لان احنا قرينا كل اللي بيحصل. حتى كان بينزل تريزيجيه في نص الملعب لما يكون الكره مش معانا، ولما انت بقى بتقطع الكره خد بالك كمان. هاخد من الكلام بتاعك ده اروح للكابتن شريف في الجزئيه بتاعت هي طريقه اللعب دي هي اللي هنلعب بيها على طول البطوله، بغض النظر مين المنافس وبغض النظر عن انا محتاج ايه من الماتش ده من عدمه. يعني ماتش انجولا انا العب بنفس طريقه اللعب عشان احفظ زياده، عشان اذاكر زياده، عشان اخلي اللعيبه اللي هتنزل مكان اللعيبه الاساسيه اللي لعبت الماتش اللي فات تاخد نفس الصبغه ونفس الطريقه، ولا لا؟ لا، هي بتبقى دايما على حسب انت بتلاعب مين وفي انهي دور. يعني انا فريق، انا بلاعب مثلا جنوب افريقيا بتعمل ايه؟ فلسفتها ومدرستها استحواذ الكوره، بستحوذ على الكوره. الفلسفه بتاعتي اللعب في العمق دايما، استحواذ على الكوره، المثلثات الصغيره. كابتن حسام حسن لازم نديله حقه. الناس اللي انتقدته كتير جدا مع احترامي يعني، لا هو وراك فلسفه في الكوره مختلفه. انا اجبرت فريق جنوب افريقيا انه دايما في بدايه الشوط الاولاني بالذات بيلعب دايما على الاطراف. انا قفلت له العمق خطوره. يعني انا هنا ذاكرت، يعني انا هنا عندي فلسفه، يعني انا هنا بقرا طريقه لعب. ماتش زيمبابوي اشتغل بشكل مختلف خالص، عمليه الهاي بريس والضغط العالي، استحواذ على الكوره. خلقت 34 فرصه منهم اون تارجت، 11 فرصه على المرمى مباشر. الشغل ده كله شغل مدرب، مش شغل حد عادي. يعني الراجل بدا يشتغل، عنده افكار، عنده استراتيجي. طيب المرحله اللي جايه ماتش انجولا، انت بتلعب ايه؟ بتلعب عناصر مختلفه. زي ما اتكلمنا، في ناس هيبقى عندها انذارات لازم تقعد احتياطي عشان ما تخسرهاش المباراه اللي جايه. عندك عناصر مميزه جدا في وسط الملعب، محمد شحاته وعندك مهند لاشين، مهمين جدا في وسط الملعب لو ريحت منهم. قول لي انت تفكر في مين الباك رايت؟ احمد عيد ولا يلعب بشحاته ولا يلعب بامام عاشور يجهزه ولا؟ ما الفكره ان انا هد امام، لان انا خدت امام، لان انا امام ده خبرات كبيره جدا ولعب كواليتي عالي جدا ولعب في كذا مركز. طيب انا لعبت امام لاحتياج المباراه ليه، عشان حصل طرد وكلام. انما انا معايا باك رايت اساسي اللي هو احمد عيد، لازم العبه. يبقى تلعب الباك رايت في المكان ده مهم جدا.